السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا أحلى وأجمل عيلة في الدنيا كلها، كل سنة وأنتم طيبين. النهاردة أول يوم العيد الكبير. طبعا الناس كلها بتعمل فتة وأنا الوحيدة اللي بعمل طاجن. طاجن إيه يا هندي ده بقى؟ أنا باعمل طاجن لحمة من الدربيانكو، فباعمله بالبصل في الفرن بيطلع تحفة. أنا ولادي مش غاويين فتة قوي، تمام. فأنا رُحت عاملة الطاجن ده وعملت جنبه برضه رقاق. عايزة تعملي جنبه رز، عايزة تعملي جنبه أي حاجة براحتك. أول حاجة أنا جبت البصل قطعته جوانح كده، تمام، لأن كل ده هيتفرم في الفرن. حطيت معلقة جوز الطيب، معلقة فلفل أسمر، معلقة 7 بهارات وملح. حطيت دبس رمان وصويا صوص بيدوا لها طعم تحفة، تحفة بجد. أسهل وأسرع أكل أنتِ هتعمليه في العيد. يالّا اقلبي كله في قلب بعضه في الطاجن وحطيه في الفرن، مش هتخسري أي حاجة خالص. وهتتبلي البصل وتدعكيه كويس، وبعد كده تحطي عليه اللحمة بتاعتك. عايزة تحطي مَيّة سخنة براحتك، عايزة تحطي مرقة. أنا كان عندي شوربة لحمة، أنا كنت يوم عرفة ما صوّرتش معاكم لإن أنا كنت عاملة محشي وصوّرته معاكم قبل كده، وكنت سالقة لحمة، فكان عندي شوربة لحمة فحطيت منها، ما حطيتش مَيّة، هيدّي لها طعم حلو. وهي كمان إحنا بس مسافة ما الطاجن يشرب المرقة بتاعته هو خلاص كده استوى، ما بقاش في حاجة تاني ومش ناقص حاجة تاني كمان يعني. هتقومي مغلفاه كده الورق الفويل وتحطيه في الفرن. مفيش اكتر من كده ولا اسهل من كده ولا ابسط من كده. اسهل واجمل طاجن انت هتعمليه بايدك في البيت، وحاجه نظيفه وحاجه سهله ومش صعبه خالص. كده خلاص الطاجن بتاعنا استوى، طبعا بعد ما قعد ساعتين في الفرن. اللحمه صغيره مش كبيره، هو بيستوي براحته على نار هاديه، تمام. اللحمه دايبه 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 وطعمها تحفه، والاكل في الطواجن بيديله طعم حلو قوي قوي قوي. صدقيني لو جربتي الوصفه مش هتعجبك جدا جدا. ان شاء الله جربيها. اعملي جنبها شويه رز ابيض، على جنبها شويه ملوخيه. الاكل السريع اللي انت مش هتحتاجي واقفه فيه في المطبخ كتير في الجو دوت، والجو حر كمان. وكمان ايام عيد انت رايحه مشوار، هتروحي في حته، هتعملي حاجه، سهل جدا ان انت تعملي اكل سريع. كل سنه وانتم طيبين وفي رعايه الله، اجمل واحسن عيله في الدنيا كلها. مع السلامه.